أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذا المساء يصحبكم فيها نور الدين خليفة، وأبدأها لكم بأبرز ما جاء فيها. تطور طب الأسنان في البلاد. ارتفاع مشاركة المرأة في التعليم في مزرت. تنظيم مهرجان طلاب المرحلة الثانوية في مولكي. بوتين يصدق على قانون لمكافحة العقوبات الأمريكية. تركيا وأمريكا تتفقان على خارطة طريق لمنبج السورية. و19 دولة لحلف الناتو تبدأ تدريبات عسكرية في هولندا. كانت تلك عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. يشهد طب الأسنان تطورا ملحوظا مع توسيع وتطوير الخدمات الصحية في البلاد. وأوضحت طبيبة الأسنان في مستشفى أوروتا المرجعي الدكتورة ويني أبد أن خدمات طب الأسنان منتشرة في جميع الأقاليم، حيث توجد 6 عيادات أسنان في الإقليم الأوسط وعيادتين في كل إقليم تقدم كافة خدمات طب الأسنان. وذكرت بأن مدرسة أوروتا للطب العمومي وطب الأسنان تسهم كثيرا لسد القدرات البشرية، وقد تم توظيف 22 شابا مهنيا حاليا في هذه العيادات. وأشارت إلى أن الخدمات الطبية التي تقدم بالتعاون مع الأطباء الأجانب تعمل لتبادل الخبرات ونقل التقنية الحديثة، موضحة بأن التعاون الذي جرى حتى الآن مع الأطباء الأمريكيين والألمان أسهم في هذا المجال. ودعت للدفع بحملات التوعية للعناية بالأسنان، وحذرت أولياء الأمور من المواد التي تتلف الأسنان أبنائهم والعناية بها. وأشارت إلى الأضرار التي تلحقها المواد السكرية التي تباع بذريعة تنظيف وبياض وتقوية الأسنان عامة والعلك وما شابهها بصفة خاصة. أفاد مدير مدرسة مازرت الابتدائية والمتوسطة الأستاذ عبد الله حامد أن مشاركة المرأة في التعليم تشهد ارتفاعا نتيجة جهود التوعية المتواصلة. وقال إن مشاركة الطالبات وصلت في المرحلة الابتدائية إلى نسبة 49%، والمرحلة المتوسطة لنسبة 57%. وأشاد بدور أولياء الأمور في الإنجازات التي تحققت، موضحا بأن هذه النتائج ثمرة الفهم والوعي المتنامي. وأشار إلى مشاركة حوالي 1120 امرأة العام الماضي في برنامج تعليم الكبار تابعنا الدراسة من الصف الأول وحتى الصف الثالث، وقد ارتفع العدد مع تجمع السكان هذا العام. وذكر أن عدم تجمع القرى وبعد المدارس من أهم المشاكل التعليمية، مشيرا إلى التوصل لتفاهم مع الإدارة ولجنة أولياء الأمور والأعيان والشركاء الآخرين للقيام بدراسات وإرسال جميع الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة إلى المدرسة. وأوضح مدير ضاحية مزرت السيد محمد فرج محمد عن ثقته لمساهمة المدرسة الجديدة التي تشيدها الحكومة في إطار حل نواقص الخدمات لرفع المشاركة في التعليم. وتقدم مدرسة مزرت الابتدائية والمتوسطة التي شيدت عام 2001 التعليم لأكثر من 200 طالب حاليا. قام سكان شلالو بمديرية أعالي القاش بأنشطة نفير فاعلة لصيانة الطرق وحماية التربة والمياه وأنشطة تنموية أخرى. وقام السكان بصيانة الطريق البالغ طوله 3 كيلومترات ونصف والمؤدي من شلالو إلى سد مقل، وبناء جدار حماية وإصلاح حفير القرية، وصيانة طريق شلالو عد هاكين وشلالو عد تسر وشلالو حبلة. وقال مدير ضاحية شلالو السيد عقباي باريا جابر بأنهم يحصلون على خدمات التعليم والصحة والمواصلات، إضافة لمشروع المياه الذي أدخل العام الماضي. نظم المهرجان الطلابي الثاني في مديرية ملقي الذي يهدف إلى عكس القدرات الأكاديمية للطلاب. وقال مدير مدرسة جهان الأستاذ أبدوم جبريسوس إن الهدف الأساسي من المهرجان هو تطبيق الطلاب للدراسة التي تلقوها على أرض الواقع، بإضافة ابتكاراتهم وإبداعاتهم فيها وإظهار إمكاناتهم وتبادل التجارب. وأوضح بأن المهرجان ينظم للمرة الثالثة، وقد خلق تأثيرا جيدا في الابتكار والمنافسة بين الطلاب.
وأوضح الطلاب من جانبهم بأن عروض الابتكار والتصنيع التي قدموها تعكس الاستعداد لتطبيق العلوم المكتسبة على أرض الواقع، مؤكدين على الفوائد الكبيرة التي جنوها من المهرجان. مشاهدينا الكرام، كانت تلك الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون لمكافحة العقوبات كان قد صاغه نواب ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في أبريل من نيسان الماضي. ويمنح القانون الرئيس ضمن أشياء أخرى صلاحية قطع العلاقات مع الدول غير الصديقة وحظر التجارة معها، لكن القانون جرى تخفيفه منذ أن صاغه النواب ردا على الجولة الأولى من العقوبات الأمريكية على الشركات الروسية. وكان المشرعون في بادئ الأمر يقترحون فرض قيود واسعة النطاق على سلع وخدمات أمريكية تتراوح بين المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والأدوية والخدمات الاستشارية. وقال بوتين الشهر الماضي إن أي رد انتقامي على العقوبات الغربية يجب ألا يضر بالاقتصاد الروسي أو الشركاء الذين يمارسون أنشطة تجارية في روسيا. اتفقت الولايات المتحدة وتركيا على خارطة طريق لمدينة منبج بشمال سوريا، وأكدتا التزامهما المشترك بتنفيذها، وذلك عقب اجتماع بين وزيري خارجية البلدين في واشنطن حسب ما ذكر بيان مشترك. وتأتي هذه الخطوة التي تسعى إليها تركيا منذ فترة طويلة في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا بسبب السياسة الأوسع المتعلقة بسوريا وقضايا أخرى. وقال البلدان في بيان مشترك إن وزيري الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو والأمريكي مايك بومبيو ناقشا أيضا مستقبل التعاون بين بلديهما في سوريا والخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في منبج. وتشعر تركيا باستياء من دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تعتبرها منظمة إرهابية، وهددت بنقل هجومها في منطقة عفرين بشمال سوريا شرقا إلى منبج، مما يهدد بحدوث مواجهة مع القوات الأمريكية المتمركزة هناك. وتعتبر واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية حليفا رئيسيا في قتال تنظيم الدولة الإسلامية. بدأ نحو 18,000 جندي من 19 دولة معظمها من حلف شمال الأطلسي ودول البلطيق لتعزيز الجاهزية القتالية في الخاصرة الشرقية للحلف في ظل تزايد النفوذ الروسي. وتهدف هذه التمارين، وهي أكبر عمليات انتشار للقوات الأمريكية في أوروبا منذ الحرب الباردة، إلى طمأنة دول الحلف الأطلسي في أقصى الشرق الذين يتخوفون من التدريبات العسكرية الروسية المتكررة قرب حدودهم والنزاع في أوكرانيا. وتأتي تدريبات سابر سترايك في دورتها الثامنة التي تستمر حتى 15 من يونيو الجاري، بعدما تم الكشف عن أن بولندا تدرس مقترحا لنشر قوات أمريكية في البلاد بشكل دائم. وأثار الاقتراح انتقادات فورية من موسكو، حيث أصر الكرملين على أن أي تحرك من هذا النوع لن يحقق فوائد لأمن القارة واستقرارها. تدفق آلاف الأشخاص مرتدين ملابس بيضاء وحاملين معدات نزهة وسلالا بيضاء إلى المساحة الخضراء أمام مستشفى إنفاليدز العسكري القديم في باريس لحضور حفل عشاء بالأبيض. وينظم حفل العشاء سنويا منذ عام 1988، ويشارك فيه حشد من الناس، وشارك حوالي 17,000 شخص في الحدث هذا العام الذي يتم عن طريق الدعوة فقط. وتطبق قواعد صارمة، إذ يجب على المشاركين أن يرتدوا ملابس أنيقة وكلها بيضاء اللون، مع جلب طاولة تنزه بكراسي بيضاء وسلة بيضاء تحتوي على وجبة كاملة. بهذا أعزائي المشاهدين قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.